اقول من الاول واقول للصبح اهو. بص، شاب هيبس خالص، وبحب بشرب حشيش وماليش في اي حاجه، ما بصليش اصلا، مش تبع الاخوان. بس انا شفت جثث الاخوان وهي بتتشال باللودر، بتترمي في عربات المخلفات بتاعت الجيش. السيسي اللي احنا نزلنا في وضناه عشان يفك الاعتصام نزل قتل الشباب، صحابنا واخواتنا اللي مختلفين معانا في الرأي. ده اللي انا عايزك توصله بس، ان انا شاب من شباب مصر، صحابي ماتوا واتقتلوا قدام عيني وما قدرتش اعمل حاجه، ويا ريت قدرت اخد جثثهم ولا سابنا ناخدها، ده شالها في الزباله. انا عايز اعرف حاجه واحده بس من المسؤولين اللي في الدوله، مخلفات رابعه العدويه راحت فين؟ مخلفات اللي طلعت من ميدان رابعه العدويه راحت فين؟ انا مش عايز حاجه تاني. انت عارف راحت فين؟ انا اللي شوف اخر حاجه، اخر عربيه مشينا وراها دخلت في المنشآت بتاعت طريق السويس بتاعت الماظه، اللي تابعه للجيش الثاني ولا الجيش الثاني. قوات اللي هي المجنزرات اللي نزلت كنست البني ادمين مش الزباله. السواتر الرمليه اللي محطوطه هناك لو ضربت فيها خرطوم رمله هتتفرش كلها في الشارع، خرطوم ميه كده هتضربه في الرمله هتبوش. انما الرمله دي هم دخلوا شالوها بالجثث. الجثث اللي هو تحت المنصه اللي بيقولوا لك يا اخوان قتلنا، لا ده مضروبين كلهم قناصه، ال 12 قناص اللي الطياره رمتهم فوق العماير ونزلت خدتهم والعالم كله شافهم، مفيش الا التلفزيون المصري بس ولميس الحديدي وبتاع قناه فرعين هم اللي ما شافوش. واحنا بقى انا صحابي نصارى، اول حب ليا في عمري كان بنت من النصرانيه، اصدقاء عمري نصارى وعايش جنب جيراني نصارى. احنا لا بنقول بلد اسلاميه ولا بلد نصرانيه، لا ده هي دلوقتي بقت خناقه على الكرسي. شالوا مرسي من على الكرسي وقعد السيسي على دمنا احنا. اللي نزلت واللي نزل انت وغيرك وغيره، نزل قال للسيسي انزل فض، قال له اقتل، اداله تسريح بالقتل. ويا ريت بعد ما قتل سابنا نشيل قتلانا ولا نسيب الموتى بتاعتنا للعافنه تاكلها، لا ده شالهم باللوادر في مخلفات رابعه العدويه راحت فين؟ انت رد عليا غير اي حد يرد عليا، انا ما عنديش حاجه ثانيه اقولها غير كده. عايز اعرف مخلفات رابعه العدويه راحت فين؟ عايز اعرف مخلفات رابعه العدويه راحت فين؟ عايز اعرف مخلفات رابعه العدويه راحت فين؟ اسرائيل نفسها لو محتلانا مش هتعمل فينا كده. اسرائيل لما احتلت غزه ما عملتش فيها كده. اما كانت بتضرب جثه كانت بتسيبها لاهلها ياخدوها. ما كانش بيولع فيها، ما كانش بيخش يشيلها في وسط الزباله ويرميها. انما السيسي نزل رجالته تفض عشان يداري على جريمته، دلع عليهم نبالم عشان يداري على جريمته. الاخوان لو معاهم بنزين، معاهم ميه نار، هتحرق مش هتسيح العظم، مش هتضيع مكان الطلقه جايه منين. انا كنت نازل اساسا رافض رابعه باللي في رابعه، ما بحبهمش وما بحبش الاخوان. مش بقول الكلام ده عشان حاجه، انا بقول لك كلام من قلبي، انا شفت بعيني ما حدش قال. اللوادر كانت نازله ما كانتش نازله تشيل رمل ولا سواتر، كانت نازله تلم مخلفات الجثث اللي هم قاتلينها. السيسي ما اداش فرصه لحد. لازم ان العالم كله يسمع، والكلام ده ما بقولكش عشان تزعوا المصريين، انا عشان تزعوا الملك السعوديه الكلب اللي بيدي تفويض للسيسي، عشان تعرف نجيب ساويرس الكلب اللي بيبعت فلوس للداخليه يعرفوا ان ولاده بيموتوا. زي ما بيموت مسلمين بيموت نصارى. والسيسي ما بيقتلش عيالنا بس، ده بيقتل عيال مصر كلها، بيعمل اباده لمصر. الاول عمل لكم غسيل مخ، دلوقتي بيعمل لكم غسيل دم. ما بقاش عندنا اساسا دم، خلاص دمنا بقى مال الطرقات. مفيش بيت ولا شارع في مصر الا مليان دم. طب تقول للناس اللي قاعدين في بيوتهم ايه دلوقتي يا استاذ احمد؟ اقول للناس اللي قاعدين في بيوتهم انزلوا الشارع، انزلوا شوفوا دم ولادكم اللي في الشارع، شوفوا جثث عيالكم اللي في الشارع اللي مش عارفين نشيلها، اللي الجيش بيلمها مع الزباله. الجيش بقى جثثنا خلاص وصلت بينا. المسلمين والمصريين، مش بلاش نقول المسلمين عشان ما تتحزبش، لا المصريين، المصريين بالاخص. الشوكه اللي كسرت ظهر اوروبا وكسرت ظهر العالم كله دلوقتي خلاص بتتكسر، بتبوش بشويه نبال. السيسي اللي امه مغربيه، مش عارفين اذا كانت مغربيه اصلا ولا يهوديه، لان اساسا ما فيش في المغرب اساسا جنسيه مغربيه لحد. المغرب دي عباره عن ملجأ لقطه، بيلم لقيط من هنا، لقيطه من هنا، يهودي من هنا، علماني من هنا، بيلم. كل ده ما يشغلنيش يا استاذ، انا كل اللي شاغلني وعايز اعرفه مخلفات رابعه راحت فين؟ من امتى الجيش بيلم مخلفات يوديها عنده في المعسكرات؟ مخلفات بتروح مقالب المحافظه، تروح مقالب الزباله بتاعت المحافظه، بتترمي في مقالب المحافظه. عايز تتاكد من الكلام بتاعي ده؟
انزل حته اسمها لا مؤاخذه عربي الحسن ايه الزبالين اللي هم بينزلوا يلموا في مصر الجديده ومدينه نصر، شافوا الكلام ده معايا. انزل اعمل تحقيق هناك في عرب الحسن، حته اسمها عزبه الصفيح، انزل اعمل فيها تحقيق هناك. اسال بتوع الزباله، قول لهم انتوا شفتوا ايه؟ شفتوا اللوادر اللي كانت بتشيل ايه في وسط عربيات النقل؟ بتشيل ايه في وسط الرمل؟ قول لهم لما دخلوا حفروا الجناين شالوا النجيله ليه؟ هو في لودر بيخش جنينه يشيل النجيله؟ يدخل عمال تنظف، مش هقطع مكان كله خضره، انما دخل باللودر يشيل في النجيله عشان الجثث اللي عليها تتشال معاه. بتقولوا انتوا 1200؟ لا ده الرقم معدي ال 5000، ده اللي انتوا لقيتوهم بس، انما لما هتدوروا في مخلفات الجيش هتلاقوا بلاوي. بس يا ريت تكون انت صادق وتوصل الكلام اللي انا بقوله لك ده للناس، يا ريت انت تكون فعلا بتسجل وتوصل كلامي ده للناس. وانا شاب وقاعد بشرب سيجارتين اخر الليل وشغال بتاع تركيبات، والصبح مقضيها قاعد قدام التلفزيون عايش حياتي، لا بنزل مظاهرات ولا ليا في الكلام الفاضي ده كله. بس انا صعبان عليا يا شباب زيك زي اخوك زي ابنك اتشالوا واترموا في وسط الزباله. هتقول لي اترموا في الزباله ليه؟ اقول لك عشان محدش يعرف مين اللي مات وكام اللي ماتوا وماتوا ازاي. جيب لي انت حد في مصر يقول لي مخلفات رابعه راحت فين. شوف اما مخلفات ميدان كان في اكتر من نص مليون بني ادم عايزه لها جبل تتحط فيه تختفي بقدره قادر. بقدرة قادر كده مخلفات تختفي، الرملة اختفت والكتل الخرسانية اختفت والكاوتش اللي كانوا حاطينه عشان يولعوا فيه اختفى وبراميل المية اختفت والعشش اللي كانوا بانيينها ولا الخيم اللي بانيينها اختفت. راحت فين؟ راحت تاني مقلب زبالة واحنا نروح ندور فيها على جثثنا، ندور فيها على عيالنا. قول لنا وداها انهي مقلب زبالة واحنا نروح. احنا اخر عربية مشينا وراها دخلت المعسكر اللي في طريق السويس اللي بعد مطار الماظر. عربية زبالة داخلة معسكر جيش تعمل ايه؟ أنا بسألك أنت رد عليا، عربية زبالة شايلة زبالة من الشارع داخلة معسكر جيش تعمل ايه؟ حد يقول لي. احنا بنطرح السؤال ومستنيين إجابة من أي حد. حد يقدر يجاوبنا. حد يا عم أنا عايز واحد كافر يرد عليا يقول لي يعني إيه بني آدم يتشال في الزبالة؟ ويا ريت يترمي في الزبالة عشان حد يشيله ولا كلب مسعور ياكله. ده أنت خدت الزبالة عندك عشان حتى ما نعرفش أنت عملت فيها إيه. أنا مش عايز حاجة غير كده، بس عايز الناس تعرف وتسأل السيسي أنت وديت مخلفات رابعة فين. شكرا.